هاكلمك على فرصة سفر لأوروبا في أجازة آخر السنة، ودي episode 7 من سلسلة 30 upgrade في 30 يوم في رمضان، ودي سلسلة باكلمك فيها عن كل حاجة أنا عملتها عشان أسافر 18 دولة وأشتغل مع الأمم المتحدة وأنا لسه في الجامعة، فلو أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل follow وتتابع السلسلة، بما إنكم على طول بتسألوني على فرصة سفر في أجازة آخر السنة فأنا قلت لازم أعمل لكم الفيديو ده، فأنا ضبطت كل الفلاترز وعملت كل حاجة إن هو يبدأ بعد ما تخلصوا امتحانات أو لو عندكم شغل وقبل ما تبدأوا كمان الترم التاني. فرصة لرومانيا في مدينة اسمها تيمشوارا، وأنا رُحت المدينة دي قبل كده كانت تحفة. هُم طالبين منكم بس إن أنتم حرفيًا بس تعملوا الapplication، هُم حتى كاتبين هنا the only way to apply through the portal. هُم عادي بيقبلوا كل الدول العربية والorganization أنا عارفاه، هُم organization لذيذة جدًا وفعلًا بيقبلوا عرب كتير. أنتم بس هتملوا الmotivation statement وممكن تبصوا على أول حلقة من السلسلة اللي أنا عملتها في رمضان عشان تعرفوا تكتبوا إزاي. أنا عارفة الorganization دي عشان أنا كنت طوّعت قبل كده في رومانيا وقابلتهم قبل كده في conference في ألمانيا في شغلي. هُم organization لذيذة جدًا وأهم حاجة إن هي في أجازة آخر السنة، فلو عندكم كلية، عندكم مدرسة مثلًا، عندكم شغل، أي حاجة تقدر تاخد الشهر وتنبسطوا بجد وتعيشوا تجربة تطوعية. ده من أحلى الفرص اللي أنا باحب أشاركها معاكم، لإن أنا اتطوعت قبل كده في رومانيا، اتطوعت في مدينة تانية اسمها كرايوفا، بس أنا رُحت مشوارة في الأجازة وبجد انبسطت أوي، هي مدينة لذيذة. هتلاقوا link الopportunity أنا سايباه في الbio عندي. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت من سلسلة رمضان، وكمان تستنوا الفيديوهات الجاية. هانزل لكم كل يوم فرصة وكل يوم upgrade جديد في رمضان عشان خير الناس أنفعهم للناس، وده فعلًا أنا حابة أعمله في رمضان. ما تنساش تبعت الفيديو ده لاصحابك واعمل لي follow عشان تتابع كل الopportunities وكل السفر اللي أنا باتكلم عنه، واشوفك في الepisode الجديدة. باي باي.